يصبح الورد، يصبح الفل، صباحكم إن شاء الله دقلة وحليب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هزيتكم معايا اليوم في روتين من دار بابا. كالعادة نمشي كل آخر أسبوع، نمشي نعمل نهايرين. المرة هذه عندي صغرون هزيته ومشي معناها للحلق، ومشيت أنا والصغيرات قعدنا أكثر من 3 أيام، مشينا خميس وجمعة وسبت، روحت نهارت لحد للدار. عديتها ويكاند أكثر من آخر أسبوع، أكثر من نهير. يا أخي وليت نعاون في بنينتي. ديما الأم تحب من يعاونها. حبيت إن نرجع لذكرياتي قبل وأيامات منين كنت صبية عند أمي، كي نفيق الصباح ننظم الدار ونطيب لهم حاجة يحبوها ولا شهوة يشتهوها. حاسيلو قبل ما نبدأ لكم في مغامراتي نصلي لكم عن النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فقط كالعادة لميت الصالة شوي ونظمتها وكل شيء، ما هيش داخلة بعضها برشا، الحق نظمتها وفرحت وخليت أمي تحضر في شهوة خويا يحب على متطبقة. يا أخي هي كيما تعرفوا الأم ديما تبدأ مسكينة، تبدأ تنقص عليك، نعاونك نعمل لك كل حاجة. وليت عطيتها باش تقد لي الصوص بتاع بصل، معناها تقد البصل والصوص بتاع المطبقة الجريدية، تو تشوفوها إيتابر إيتاب معايا. الصوص سامحوني الله غالب ما صورتها لكمش، تلهيت ننظف في الدار. اما ان شاء الله مره اخرى نعطيكم بالديتاي ولا نكتبها لكم في صندوق الوصف. اللي ما يعرفش المطبقه الجريديه انا يدخل ويعمل طله لهنا. كما تشوفوا بعد ما نظمت الصاله وكل شيء، نظمتها تنظيف من فوق الفوق خاطر امي نظفتها وكل شيء. جيت نظمت الصاله، لميت الزرابه، فرحت مسحت شويه الهول وبارتي متاع الصاله وعملت تنظيفه للتواليت اعزكم الله. وديريكت دخلت باش نطيب، ما بقاش وقت. نلقى امي حضرت الصوص اللي هي قطعه البصل وزادتها الثوم وفلفل احمر هو مكوش، احنا نقولوا لك فلفل مكوش، وبرشا بصل تجي فيها، ويجي فيها كرويه، يجي فيها لفاح اللي هو التابل والكرويه، وفما الكرويه وحدها والطماطم تجي فيها برشا طماطم زاده، وهريسه دريسه برشا باش تجي حاره. فما اللي يقليها شويه على الغاز، وثم اللي طيبها نيه كيكه بصلها. امي ما يتخاف على المعده وعلى باش البصل ما يقلقكش ويبدا طايب. شويه معناها طيبها شويه على الغاز بشويه بالزيت، معناها تصبي الزيت وبصل والطماطم ومعاها كل هك الثوم ومعناها والفلفل المهروش، وتعمليه كل خليط مع بعضه مع الهريسه مع هروس كان عندك، حسيلو تخليه تعملي دوره فوق الغاز وتقصي عليه. انا كالعاده عجنت العجينه قبل ما نبدا ننظف في الدار، عجنتها بالكدا بايدي، بالكدا لازمها عجينه تعود طريه وتعود تعطيك الطوع، معناها كيف تبدي باش تحلاها تبدا طريه طريه طريه، ما تلزمش طريه برشا كيما نتاع الملاوي، اما تبدا طريه. يلزمك مره اثنين كيما تقول امي ترشقوا العجينه باش تجي سمحه، معناها لازمها تترشق مره واثنين وثلاثه. لهنا الصغيرات يلعبوا لبرا البنات، هذاك علاش ما همش واضحين في الفيديو. اما الصغرون مع امي في الكوجينه في البوسيت، ساعه تدله بيه ساعه تربج عليه، ساعه هزه. قعدت معايا في الكوجينه محلاش من لما الصباح نحكوا كل شيء في الكوجينه، اسرار وحوارات. الحاسيلو بقيت بحذايا، قلت لها على قد ما انتي تودنا الام ديما تود صغارها بالحاجه السخونه بالحاجه البنينه، قلت لها اليوم يلزم نودوك احنا بحاجه سخونه وحاجه بنينه من يديتنا. السينياتير نتاعها ديما موجوده، حطيت يديتها في الصوص، مش باللازم نقول راني طيبتها وحدي. اما ديما الباز انا عملتها رقيقه، وكما تشوفوا فيا عبيتها ببرشا صوص وحطيتها في الطاجين. بنات حبيت نتعمد في كل فيديو نحكي لكم على موضوع، على خاطر من خلال المواضيع ممكن تنجموا تدخلوا الفيديوهاتي وتعملوا كومنتير، خاطر بالرسمي قناتي حليتها جديدة وفرحت بها، وهي غرامي 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 ما تصوروش يا بنات. الروتين واليوتيوب ماهوش باش تصور في اليوتيوب، ماهوش باش انك تفكر في حاجة اسمها خدمة او باش تفكر في انك تعمل مورد رزق. ممكن تنجم تكون الحاجة ذي، اما قبل كل شيء غرام غرام غرام. صدقوني البنات انا نحكي والصغروني يشوف لي حاير. غرامي اللي نات غرامة نبدا في الدار ساعات تجيني ستريس،
ما بين الصغار، ما بين القضية، ما بين الدار، ما بين انك تبدا تعبة، تبدا مريضة، الأم كيما تشوفوا الأم تجاها برشا حاجات، صحتها تخونها برشا مرات، أما لازمها ديما واقفة للدار وديما لاباس وصحصة الدار. دونك اقترحت على روحي إني نتبع الروتينات، من كثر ما نتبع في الروتينات تغرمت باش نعمل قناة. دابري القناة ان شاء الله اللي نحبها برشا، اللي عملت لي ديجا دخلت لي زابوني نتاعها الكل دخلوا لقناتي وكتبوا لي احنا جيناك من قناة جريدية، يوميات جريدية تونسية، نشكرها برشا وربي يخليها وربي يفضلها دلي. البنات مشيت معاكم في الروتين طف ونسيت باش نقولكم شفتوا المطبقة كيفاش طابت، ومشى الروتين طف وكملت وغسلت المعون. روتين خفيف، لف لف خف خف، ما حبيتش نطول عليكم برشا باش ما يجيكمش طويل برشا. كلينا المطبقة الحصيل وجدهم بنينة وخفيفة ورقيقة، وغسلت المعينات وكالعادة والعوايد انا نموت على حاجة اسمها تبخيرة. عملت طرف بخور في الكانون، في المبخرة معناها، وقلت نبخر شوية الكوجينة والهول والكلوار باش تدخل توصل، ما حبيتش نمشي بيه البخور للصالة باش ما يقلقش الصغار. هيك ونوصل معاكم ديما نقولكم لبنات نهاية الفيديو ما تنسونيش كومنتاريتكم وجماتكم راهي تحفزني يا بنات، ما تصوروش وتشجعني وتعطيني طاقة إيجابية.